يعني رسالة للنساء يعني رسالة للنساء. وقعت مشكلة بيني وبين زوجي، بالله العظيم تسمع ما حصل. فقلت له، فزوجي وضع يده رأسه على يدي اليمنى متكئا هكذا على الطاولة. قالت وأنا في الصالة أعاتبه: أنت لو رجل طلقني، أنت ما عندك كرامة، إذا عندك كرامة طلقني، يلا طلقني. وهو ينظر. هي يعني رسالة للنساء. أحيانا المرأة تلقي كلاما على الرجل. الرجل ليس كالمرأة، بمعنى الرجل إن خدشت كرامته ليس كالمرأة. المرأة ربما تتحمل الكلام، هناك بعض النساء تسمع منه وتخرج منه، ليس كالرجل. الرجل كلمة تقتله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بك من قهر الرجال، ولم يقل من قهر النساء. فالرجل إذا انقهر يفعل ما لا يفعله أحد، يؤذي، يصبح أسد وهرب بين حمر مستنفرة. هذا حل الرجل الذي يقهر. امرأة اتصلت تبكي، والله العظيم بكاؤها كاد أن يبكيني. اختي امسكي نفسك، تكلمي حتى أستطيع. اسمعي لهذه القصة. لمن لها زوج فلتحمد ربها. ما بكي؟ قالت: هل لي توبة؟ ما هي التوبة؟ ماذا صنعت؟ أنا وقع في نفسي أمور عظام. قلت: ما توبتك؟ قالت: وقع مشكلة بيني وبين زوجي. وقعت مشكلة بيني وبين زوجي، بالله العظيم تسمع ما حصل. فقلت له، فزوجي وضع يده رأسه على يدي اليمنى متكئا هكذا على الطاولة. قالت وأنا في الصالة أعاتبه: أنت لو رجل طلقني، أنت ما عندك كرامة، إذا عندك كرامة طلقني، يلا طلقني. وهو ينظر كرامة، إذا عندك كرامة طلقني، يلا طلقني. وهو ينظر إليه هكذا: والله لا آخذ. هي تقول: فقلت له: أقسم بالله سأخذ عيالي وأذلك على باب المحكمة، ولا تنال أبنائك، ولن تراهم إلا يوم في الأسبوع. قالت وهو ينظر إلي. فقلت: رد، أنت لست رجل. فلما سكت خفت فذهبت إليه وإذا هو بميت، مات. قالت: فاتصلت فجاءت الإسعاف، ماتت جلطة دماغية، لم يتحمل. فتقول: هل لي توبة؟ أنا يتمت أبنائي. ما حالها؟ لهكذا المرأة والرجل لا يشعر بالنعمة حتى تفقد، ويحصر فضل الله فيما ليس بيديه. لما سمعت أنا هذه القصة ارتجفت، قلت: أسأل الله لا يبتلينا بما ابتلاك، استغفري. حتى امرأة تقول لزوجها: لست برجل، لو عندك كرامة طلقني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة تطلب الطلاق من غير بأس حرام عليها ريح الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المختلعات هن المنافقات، الذي تطلب الخلع، لأنه دمار أسرة. الطلاق بمعرض وجود الأبناء جريمة لا تغتفر. الشاهد: حرام عليها ريح الجنة، حرام عليها ريح الجنة، حرام عليها ريح الجنة.